بونجور بونجور، صباح الورد والفل والياسمين، صباح النشاط والحيوية والطاقة إيجابية. شنو أحوالكم البنات؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير يا ربي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيا كجامل وخيتكم إن شاء الله ربي يبارك لكم. اشتراك في القناة وخليوا لي هكاكا كومنتير مزيان باش نرجع لك فوكال مزيان وهكاكا تسمعوا صوتي كيما برشا هكا فرحانين باللوبسيون دي اللي عملها لنا يوتيوب جديده. دونك ولينا نرجعوا لكم بالصوت مش بالكتيبه، وهكا يزيد التواصل بيناتنا ومحلاها الفازة. لهنا دخلت صباح باش نعمل هكا قهوة كما تعرفوا ام خليل. قهوتها هذيك هي توا باش نكملوا بها 15 يوم اخرين ان شاء الله، او اقل 14 يوم. حسيلو حتىكش لنهار 29 في الشهر هكا، وما عاد ما مازال الايامات تجري وعدك بيه باش ندخلوا في 2026 ان شاء الله. ان شاء الله عام يجينا بكل خير وبركه يا ربي. ان شاء الله يكون خير من 25، وان شاء الله 25 يتقفل بالهناء وبالصحه وكل، وان شاء الله 26 يكون خير من اللي قبله. انتم مش عاملين البنات بداو يرجعوا لكم الصغيرات في الامتحانات؟ وين هما كجماعة ساهل ماهل كعبة حلوة؟ جاهم ساهل ماهل كعبة حلوة والا لا يا خي؟ شنو عملوا معاكم الصغيرات؟ قاعدين يرجعوا في الامتحانات نورمالمون. البارح بداو يرجعوا لهم، ان شاء الله ربي معاهم، ان شاء الله يا ربي تعبنا ما مشيش خسارة. هذاك شنو نقول، وباللي يكون اجي نقول لكم اي نتيجه باش يجيبها صغير الواحد يثمن له المجهود نتاعو ويراعيله يراعيو قدراته. خاطر ايش نقول لكم اني في الصغار ملومش على الصغير اللي هذاك حده، معناها هذاك حده خدم وهذاك حد جهده. هذاك الصغير ملومش عليه، اللي يبدا ينجم وباخل بروحه هذاك اللي هكا نعاتبوه ونلوموا عليه، خاطر كان ينجم يعمل مخي كما نحاش بخل ولا كان ما راجعش ولا فهمتوا. خاطر فما زوز صغار هما مقسومين على ثلاثة نقولوا احنا. فما صغير اللي ربي سبحانه عطيه في مخه متميز، نابغة كيكا مولود هكاك. وفما صغير ذكي اما بخيل ما يحبش، معناها ما يحبش يخدم، هو ذكي ويفهم ما بخيل ما يخدمش. وفما الصغير اللي هذاك هو مسكين يحرث، يبدا يحرث حرثي. هذاك محلاك التلميذ هذاك اللي ينجح وراه. والله البنات كان يبدا حد جهده هذاك يجيب 10 دقة في الاخر ناجح راهو، بعد يكمل قراته ويوصل بجهده كما نقولوا احنا. يوصل ما تخافوش عليه. راهو يجي نقول لكم صغير تو في الابتدائي والا في الكوليج ما تاخذوش عليه. راهو في من بعد كيا في السكندير راهو ينجم يتبدل، معناها يتبدلوا عليه لي ماتير، تنقص عليه برشا حاجات، دونك باش يولي متخصص في الحاجه اللي يحبها. دونك كل شيء الموازين راهي تتقلب، مش ماهوش روبير معناها الابتدائي للتلام ذا. حسيلو لنا خذينا فطور صباح متاعنا وتعدينا في باش نمشيو نقضيو قضيات من عزيزة. وسمعت اللي هكا فما دي برومو في حاجات في التن في برشا هكا حاجات، قلت خليني نمشي نعمل طلة. هذه في كتالوج الأربعة اللي تعديت ما لاحظت ما فماش لا معون لا حتى شيء، معناها من في الأربعة اللي تعديت ما جابوش حاجة هكا جديدة سبيسيال. اما فما هكا بروموات كيما هذايا البنات 9980 في 18 نعرفش اسكو ريزونابل ولا في 555 تطيح كعبة الديكسان. اسكو هو الديكسان باهي والا اريال خير؟ ما عرفش يعني، خاطر مستنسه باللي كابسول نتاع اريال. دونك اسكو الديكسان زاد تحفونين ولا لا؟ قولوا لي. حسيلو خليكم مع الجوله وبعد كده باش نرجعوا للدار باش نطيبوا عشانا وباش ننظفوا الفريجيدير. هذه خفق 19 دينار باهي. قداش تطيح؟ 550 555. هذه شنو اباري ب 79 دينار تاع قفر، محلاها تعملهم كيما الكاسات.
كيما الكاس تاع قهوة. باهي هذا بالونس دو كويزين ميزان ب35 دينار. هذوما من الكريبير ب44 دينار. تاع الدونات ب52. تاع البيتزا ب74. كبيرة. هذه سوبر برومو فريتوز 142 دينار. فما البلاك هذايا الروبو بويسونس تاعو قداه؟ ايه باكو دنيا 143. 100 كان 189 ولا 142 و400 بالبروجرام ولا وحده كيف؟ لحبوا يطيحوا على البراد هذا والله نستنى فيهم وقتاش والله. بابا 15% برومو. وين هذا شنو؟ وغادي 20. هذه بارور في القلوب. غادي 15% وفما 20%. تاع جبت 3000. ايه وما جيت اللحب قداه. هذوما ديجا تعرفوهم. خلينا نشوفوا الكتالوج الجديد ب 19900. شنو جابوا الاربعة هذه كل كيا محلاهم هذوما كاليتي. في راسي يعمل بوم. تحسها كاليتي على الاخر زادا. شوفوا السيليكون متاعها شنو ب 1100؟ لوش ب10. فما حاجة ب 1100 ما. باهي فما حكوك وأبوما ب 1100. الكتالوج الجديد شفما ما ريتش موزيكا تجري بالدم. ترى كتالوج جديد اليوم شنو خميس. هذه ولات ب24 جايبين لنا سنة واحد. هذوما حسها ما عزيزة ما جابتش. ريت برومو ب 25. هذه شنية ب19 دينار الترماس. ما عجبنيش. هذه محلاها هذيك تنفخ فيها الواحد يقعد سخون. تحط فيها المسحوق 13 دينار. هذيك تحب لك باش تنفخها شوي دراي فينيتا. $25 دينار. هذه صغيرة راهو البنات. تحسهم ما جابوا شيء. ثلاثين قلاية صفر 15 دينار. والله مزيانة قلاية صفراء. والاصفر الاصفر زاد البنات اما خفيفة. هذه شنو جابوا جماعة؟ هذه جابوا شي بريس. هذا شنو هي 11 نل. نعم هذيك الوحدة كيما البونبونيير. هذا منظم. والله هو الفرص البنات تلقاهم في هذوما الفوق
15%. هذه ب14 دينار. عرفتوها هذه شنية؟ كدبوس لحليب البقرة غير من حلها. هذايا قداش ولا؟ جيلو المعون كيف ما فما شيء. الجازوز الحليب الماء فماش حاجة سبيسيال. هيا وروحت لهنا باش نحط نطيب العشاء. لهنا باش نعمل لهم لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله مقرونه بالكريم فريش والدجاج صوص بلانش هكا. هاو بربي فما ملاحظه حبيت نجاوب اخت معانا قالت لي وقتها هبطت مقرونه عملتها صوص بلانش زاده وصبيت شويه حليب في وسط الصوص. قالت لي مقرونه صوص بلانش بالحليب سماح يا اختي سماح. والله يجي نقول لك اختي هي لما حاله راهو اذواق. هذه ما فيش كيما نقولوا احنا ما فيش كلام. اذواق الماكله اذواق. بالنسبه انت استغربت معناها كيفاش الحليب في وسط مع المقارونه. قالت لي عشاك هو ابن لما حال عشاك انت ابن عاملاني بروكلو وحاجه. اختي راهو احنا نجمو نعملو مقارونه بالبشاميل ولا البشاميل نعملوه بالحليب ولا كيما نعملو لازانيا نعملو زاده مقارونه بالبشاميل فيها حليب ولا ما فيهاش ولا تعملها انت بالماء. حبيت نقول معناها راهو الحليب في المقارونه ماهيش حاجه جديده معناها موجوده من العصر القديم نجم نقولوا. خاطر فما حتى شكون نعرف شكون يعملوا مقارونه حليب صافي معناها يصمت المقارونه ويحط في وسط يحط الحليب ويحط ملح ويحط لها جبن وياكلوها معناها ماكله. يعملوها حتى للصغار والا يعملوا محمصه بالحليب ولا معناها موجوده الماكله هذه يعملوها حتى للصغيرات تقاك المقارونه جويده يبقبقوها لهم في وسط الحليب. مش حاجه ما مش معروفه ما يعملوها ديجا. اما تقولي انت كيفاش مقارونه بالحليب انت خي كي تعمل لازانيا باش تطيبها البشاميل نتاعك ما هو بالحليب. حتى قلت لي سماح ولا خي ولا ما يجيش وانا ما نعرفش كيفاش نسيت الحق ما نستحضرش كيفاش كتبتوا التعليق مقارونه بالحليب السماح ولا كيفاش راهو تجي بي. بالنسبه لي اني نعملها بالكريم فريش بي. حطيت كريم ليكيد دبوزه كريم ليكيد حطيت زوز حكوك كريم فريش حسيتها شايحه شويه معناه. واني ما شاء الله عيله معناه قداش تحب لي باش نعمل لهم كاجو كريم فريش قداش مش نشري من نحك كريم فريش. مثلا اني كي باش نعمل رطيل والله زوز حكوك كريم فريش ومعاهم دبوزه كريم ليكيد سافا تجيني مريقلة. مي هو كي باش يبدا عشاو باش تهز منه خديجة غدوة فطورها وذاك عشاهم معناها ماكلتهم متاع نهار كامل ماكلاو شيء ولا باش يجيو ياكلوا باش يتعشوا باش تجي تمدلو انت 4 فراشة مقارونة عازب كيما محمد خليل كلشي يقلب علينا الطاولة. لازم على الأقل صحن يبدا مليان بالمقارونة. كيف بوهم راجل مروح من الخدمة ماكلا شي نهار كامل دونك لازم صحين باهي مش تمدلو هكا زو جديدة معناها صحفة متاع بيبي فهمتوا. دونك لازمني نعمل كيلو مقارونة يا اختي قداش باش نحط له اني كريم فريش وقداش باش نحط له كريم ليكيد وقداش معناها باش نشري له ب20 دينار كريم فريش وكريم ليكيد ودون سكالوب دون الفرماج دون اللي معناها اللي باش نحطه. هذاك علاش اني زدت شويه حليب ما فيها حتى شيء حسيتها اصلا ايباس هكا وكل زدت حليب. فما شكون راهو يعمل حتى فرينه معناها يحل مغرفتين هكا فرينه في شويه حليب ويصبهم مع الكريم ليكيد ومع الكريم فريش يعاون بهم معناها بزيت صوص باش تبدا هكا مشخشخه ما تبداش شايحه الصوص بلانش بتاعك.
وانتي جرب معناها شوف انتي مثلا خذ اعملها زيد انتي اعمل كريم فريش وزيد شويه حليب، ما يبدلك حتى شيء، بالعكس هو باش يغلي الحليب هذاك، ما عندي باش تصب شويه جبن وكل، دونك ماهوش باش يظهر المطعم الحليب ديجا باش يغلي هو في وسطها، ماهوش باش يظهر كهو. خاطر تعليق حسيتها معناها بهتت، معناها مانيش متغاشة، اما حبيت هيك نجاوبك باش تفهم الوضعية وكهو، حسي مش متغشة منك ولا حاجة يا اختي. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. باهي لهنا باش نمشي نحضر عشية يعني كهو، باش نعمل شوية برودو، قطعت خضرة هاك اسمه هو سلق ومعدنوس سبناخ، شنو اخر حطيت باش نحط الدجاج كركم، شنو اخر والله شنو حطيت اخر، نسيت شنو حطيت، حسيلو كيما تعرفوا البرودو. اخر مرة عملت لفت، عملت سلق معدنوس، وعملت بروكلو، وشنو اخر وحطيت فيه عدس، حسيلو جاي بنين يهبل. انتوما في الليل ما تاكلوش العدس، ما تحطوش في العشاء الليلة، لأن فوحت ملح في الأكحل، وباش نحط له هكا زيت وما يسخون في البارد الكل البنات، ما غير ما نقلي. بالنسبة للمقارونة حطيت بصل، حطيت زيت، حطيت سنة ثوم، قليتهم بالكدا، وحطيت في وسطهم اكد صدر الدجاج قصيته جويد وحطيته يتقلى وعلى جنب الاخر حطيت الماء يغلي، خاطر فيسع هي ما تشدش وقت. السكالوب نقليه بالكدا في وسطك البصل والزيت وكل وثوم، ومن بعد نمرقله بالماء باش يطيب، ما يقعدليش مستحمر وني، نخليه يطيب في الماء هذاك، وبعد كيا نصب له الكريم ليكيد ونحط له الكريم فريش، نحط له الفرماج اللي عندي وكاو. هذيك هي الصوص بلانش. لأني حطيت هكا عندي شوية صدر دجاج حطيتها في وسط البرود، وهذاك هو عشية. اصلا اني طبيبه قلت لها راني الايامات هذيا كل كي نحب ناكل كحويجه سخونه، نميح للبرود وللحاجات هذيا. قالت لي راهو عادي معناها تنجم ما تحطش فيه مثلا في الليل عدس، خاطر هو عشاء فهمتوا هكا، هذا هو. اما معناها الواحد ولا يحب يدفي هكا معته باش ما يحسش بالشر. لهنا ريتو سكالوب كيفاش كي يتقلى نمرقلو بالماء سخون، ما خليش يقعد معناها مستحمر، ولا لين هكا يتبدل لونه يستحمر هكا شويه ويظهر هكا سوتي وكل معناها مقلي. من بعد كي نخليه هكاك يبقبق فك الماء هذاك، وبعد نحطو الكريم ليكيد ونحطو كل. انا باش نفوح البرود وحطيت فيه مغيرفه كركم ورشه ملح وشويه فلفل اكحل. لهنا باش نحط له زاده طماطم معجونه مش برشا تريف كيكه مغرفه قهوه ريتو دوبه، مانيش باش نعملو لا مطمطم لا شيء، نحبو يكون هكا البرودو صحي. وانتم كيكم ماكمش تعملوا في ريجيم تنجموا تحطوا فيه سفناريا، تحطوا شنو اخر تحطوا لفت، اني نحط لفت، راهو اللفت عادي في الريجيم، حطيت بروكلو راهو. اما اللي مثلا ماهوش عامل الريجيم ينجم يحط مثلا سفناريا، يحط معرفش يعني فما شكون يحط بطاطا ما نعرفش، احنا الحق سفناريا لفت سلق معدنوس كلافس سبناخ، هذوما هما الحاجات نحطهم في البرودو. لا حمص لا جلبانه راهو ما نحطوش الكيكه معناها في البرودو، لا حمص لا جلبانه لا حتى شيء، سناريا وهذوكم هم. لهنا خديت حكيكة باللار هذوما اللي تسكروا بالكدا، وحطيت فرغت في وسطها حكة الطماطم. والله محمد خليل ولدي جي قال لي ماما ما عادش تخلي راهو حكة الطماطم قراو عليها، اما ما عادش تخلي حكة الطماطم في حكتها، راهو الجناب هذيك متاعها تعمل فطريات ولا شنو قال لي، ولا الخز ولا شي يسمي فيه مش باهي. قال لنا سيدي لازمنا نفرغوها في حكة باللار. قلت له اني في بالي كي نخليها في حكتها تقعد خير وما ما يجرى لها شيء.
قال لي لا، فرخها في حكة باللار وصب لها شوية زيت. قال لي سيدي مسيو هو البروف نتاعو. هاي بيه وين يحل فريجيدير يقع حكة الطماطم يقعد يعاود لي نفس الحكاية. هيا قلت برا نمشي ناخذ بهواه وديما نحسوا اللي هو يفهم وهو ديما كيكه محمد خالي. لهنا ريتو البنات خذيت البيستو جات بنينه 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 مش نورمال. المقارونه بالبيستو والكريم فريش مرتين نطيبها لهم بالبيستو بصراحه روعه 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 بنه 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 بنه. قولش عليك تاكل فيها في ريستوران ما نعرفش يعني على كارت اصلا. حطيتك مغرفات البيستو وحطيت لهنا زوز حكوك كريم فريش. لا اله الله عاد قلت لكم محمد خليل ديما نحب نحسه اللي هو يفهم واللي هو معناها كبير ورايو يهمنا وديما نعطيه هكا معرفش اني ثقة في النفس فهمتوا معناها ما ناخوش كلامه هكاكا معناها نسمعوا وكهو لا نسمعوا وناخو كلامه بعين الاعتبار خاطر هو كي يبدا يحكي معاك خاطر يبدا معناها مخه رزين فهمتوا. انا ما نحبش نصغره ولا ما نسمعش كلامه ولا ما ناخوش بخاطره ديما نسمع كلامه هكا نستشيره زاده وديما هكا نحبه يكون هكا مسؤول وكل فهمتوا. حسيلو لهنا هذا الفيديو تصور قبل ما ناخو الخضرة أو قبل ما نقضي وكل هذه متصورة قبل ما نقضي وليت لنا جيت قلت خليني نعمل هكا تنظيفة للفريجيدير خاطر اللي ما تفرجش ولا تفرجتوا ديجا هبطت سوق الخميس ونظمت القضية وهو هذايا الفيديو تصور قبل قبل نهار الخميس يظهر هيك قبل نهار الخميس تصورت اللقطة هذه. حاسلو ما تدخلوش بعضكم وكهو. لهنا عندي الفشفاشة هذية واخذتها من عزيزة متاع الفريجيدير بالحق تهبل والله نظف بها الفريجيدير البنات خاطر راهو ردوا بالكم تمسحوا الفريجيدير بالجافيل راهي تصفار وتتهلك لكم مش باهي جافيل في وسط في وسط الفريجيدير. هكا اعملوا خل والا الفشفاشة هذه كان جت هكا قدامكم خذوها بالحق والله طيارة نظف بالكدا وتقتل الميكروب حسيلو شيء كبير هكا. ولهنا بالشيقة والله هكا الشيقة معناها ونبخ البرودوي وديجا انا ريتو فيها بروموسيون يعني كي لقيتها قدامي تشجعت وخذيتها وقلت طيب نعمل بها كمسحة للفريجيدير كاو نبخ كيكا بخا ومن بعد كي نمسح لي زيتاجير ونمسح داك البلاصه وين نحطوا الحليب وكل كان لاحظتوا غاديك ريتو الجوان كيفاش تقطع مره تكب ما عرفش شنو حطوا صغار في الكونجيلاتور جازوزه وحطوا جازوزه بالنار وطرشقت عشاكم يا اخي الجازوز خرج على جناب وشد بين الجوان والفريجيدير كي لصق الجوان كي جاو نجبدوا في الباب جبدناه هكا بقوه تلمو الجازوز شاح معناها عليها احنا جبدنا والجوان جاي معناها في شيره هكا والباب في شيره فهمتوا بارتي من الجوان هذيك لصقت في وسط الفريجيدير كاو قعدت الكيكه. لهنا خذيت زادك الخل هذاك بالحق والله اني نشجعكم اشريوا منه الخل هذا باش توليو مدمنين عليه ده خل واخذته من ماغازان جينيرال هو متاع ام جي فهمتوا وريحته بالخزامة يهبل ريحته مش نورمال وراهو ينظف ويعقم وريحته فاوحة. كملت لنا هكا مسحتها كيما تراو لهنا راهي الفريجيدير متاعي كيكه وحدي مخي ساعات كيما قلت لكم الواحد يبدا يتبع في انسان يقتدي به ياخذ منه حاجات باهيه وساعات تكون انت لاباس عليك رايض كيما نقولوا وتمشي تتبع هكا ما عرفش يعني تتاثر بقناه ولا تتاثر بانسان تمشي تتبعها
والله كيفاش تبعتك كيفاش غريت بيا تبعتك، ما نعرفش وقتها في شكون نتفرج قبل ما نحل حتى قناتي راهو. نرى في قناة تونسية نتذكرها وقتها غلفت فريجيديرها بستيكر، ويني وقتها فريجيديري لبس عليه معناها ماهوش اللي يستحق معناها التغليف. جيت غلفته بك البابي هذاك الاديسيف الابيض كهو. من بعد كيا حبيت نحيه كي جينا نجبدو فيه تجبدت معاها الدهينة متاع الفريجيدير كهو قدمك الابيض. يخي رصتنا قعدنا هكاك عودنا غلفنا عليها وكهو وقعدت ديما مغلفة. هي كانت أصلها بيضة معناها هي ملولها بيضة مي في الطرف من اللوطة عملت لي تاش هكا متاع خز. أي قلت نمشي نعمل لها هكا تغليفة وكل. يا أخي تورطنا تورطنا رصت لي لازمها ديما هكا مغلفة. باهي لهنا ريتوها صوص بلانش خليتها بقبقت وكل ومش نهز منها المقارونة ونرمي في وسط الصوص طول تكمل هكاكا الطياب متاعها. واصلا ريتوه الماء متاعها ما تصفيوهاش في كاسكاس وتصبوا لا هزوا طول وحطوا خاطر الماء ذاك يبدا فيه نشاي دونك باش يزيد يخثر لكم الصوص متاعكم وتجي بنينة. شوفوا لنا خديجة مطاجين طول على ما كاو ما تصبرش نقطة ضعفها والله نقطة ضعفها تقول لهم شنو العشاء تقولك صوص بلانش تموت على صوص بلانش. والله طيبتها لهم توا بريسك مرتين ورا بعضها شيخوا عليه خاصة بالبيستو قلت لكم اني يعجبني البيستو حتى كي ما نحبش اني نطيب نقول لهم برسمتوا مقارونة حطوا فيها مغرفة بيستو كولوا يتعشى. ان شاء الله تو كان هكا نولي نعمل لهم حتى نلقى حبق باهي خاطر مش ديما مراشي في المرشي ولا في السوق ما مراش حبق البنات هو يجي ياكل حبق السوري ياكل الورقة متاعو تكون هكا كبيرة. اما ان شاء الله كان لقيت نولي ناخذ لهم ونعمل لهم في الدار ما في حتى شيء نرحيو بيستو تحبوا تزيدوا معاه هكا كعيبات بندق ولا على شاني نودا كاجو لأي حاجة ويجي بنين برشا. هكا لهنا مقارونة فاوحة البنينة تحضرت نودكم لنشهيكم بالحق والله بنينة ريحتها من ريحة تفهموا اللي هي بنينة ولا لا راهو. هكا غادي كالبرودو متاعي يطيبوا باش نكمل نشوي معاهم هكا شويه اسكالوب وهكا اللي يتبع فيا على الرجيم هكا باش نعطيك دبارتي اليوم صحيفه برودو وشويه اسكالوب مشويه كميه اسكالوب 150 جرام تاخذوا اسكالوب راهو في الوجبه بين معناها بين الفطور والعشاء تاخو 300 جرام هكاكا بالضبط لأن المقارونة ما قسمتهاش على 2 ومن بعد كي ما نقسمهاش تعبني كي نبدا لازمني نعاون بحاجة أخرى ريتو على طول وهي عميل خديجة قالت لي ماما خليها لنا ما تقصهاش نحبها طويلة نحبها طويلة كيما هي معناها فهمتوا هكا ولنهاني قسمت لهم على 4 ونحينا فطور خديجة متاع منه غدوة وكهو هذا هو العشاء متاع الليلة لهنا نحاول انه سكالوب نوزعهولهم بالتساوي ما نحايلوش وهذا عشاء ذاك سكالوب شويتو وهذاك البرودو والله بنين صحيفة برودو تحس روحك هكا دافية مصار نقدافين فيها البرد والتعب وكل والقضية الواحد لازم هكا حويجة سخونة باش نمشي نقعد بحذا الشوفاج نتدفى هذا ذي عاملة فيه وقت تنظيفات الصالة تعبت وكل بالقضية. حسيلو كان وصلتوا لهنا ما تنساوش شكل جيم وكومنتير لو خيتكم ربي ان شاء الله يبارك لكم وربي ان شاء الله يعطيكم على قد قلوبكم الباهية. ملتقانا ان شاء الله توا العشية في قناتي الاولى باش نهبطوا فيها فيديو هكا اقعدوا استنوا وان شاء الله في فيديو جديد. بسلامة.